شعبي العزيز، إن اختياراتنا التنموية تبقى أمما صائبة، إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة. فعندما تكون النتائج إيجابية تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم ومعالجة ملفاتهم ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم. والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو بالرفض الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون أو لأنه يجب على المواطن استكمال البساطر الجاري بها العمل. وأمام هذا الوضع فمن حق المواطنين أن يتساءل ما الجدوى من وجود مؤسسات وإجراء انتخابات وتعيين الحكومة والوزراء والولاة والعمال والسفراء والقناصلة إذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر؟ فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين تدفع عددا من المواطنين وخاصة الشباب للعزف عن الانخراط في العمل السياسي وعن المشاركة في الانتخابات، لأنهم بكل بساطة لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ لكل هؤلاء أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين، وأنا أزن كلامي وأعرف ما أقول لأنه نابع من تفكير عميق. شعبي العزيز، إن مسؤولية والشرف خدمة المواطن تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة إلى إنجاز مشاريع صغيرة كانت أو متوسطة أو كبرى. وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين، فسواء كان المشروع في حي أو دوار أو مدينة أو جهة أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي حفر بئر مثلا وبناء سد لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان. وما معنى المسؤولية إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه أن يخرج من بيته ويستقل سيارته ويقف في الضوء الأحمر وينظر إلى الناس دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير. ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله والوطن والملك ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يصدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد عن ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص عن ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ، فكما يطبق القانون على جميع المغاربة يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز وبكافة مناطق المملكة. إننا في المرحلة الجديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية
أو الإفلات من الإقهار. شعبي العزيز، إني ألح هنا عن ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور، كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمان وأحزاب وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه. ومن جهة أخرى، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين ويحرمهم من حقوقهم المشروعة. ومما يثير الاستغراب أن من بين المسؤولين من فشل في مهمته ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق. فمثل هذه التصرفات والاختلالات هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة لأن التسابق على المناصب وبغرض الاستفادة من الريع واستغلال السلطة والنفوذ. ووجود أمثلة حية على أرض الواقع يدفع الناس مع الأسف إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة، غير أن هذا لا ينطبق لله الحمد على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد والالتزام بخدمة الصالح العام. شعبي العزيز، لقد أبانت الحداث التي تعرفها بعض المناطق مع الأسف عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية، فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني ويسود التعاون وتضافر الجهود لحل المشاكل الساكنة، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين إلى تقاذف المسؤولية وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن وضاعت مصالح المواطنين. إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية أو خلال الحملات الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فلا دور ولا وجود لها، وهذا شيء غير مقبول من هيئات مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين وخدمة مصالحهم. ولم يخطر لي على البال أن يصل الصراع الحزبي وتصفية الحسابات السياسية إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين، فتدبير الشأن العام ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية وعن الخطابات الشعبوية وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة التي تسيء للعمل السياسي، إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين لمنطق الربح والخسارة للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن وتفاقم الأوضاع. إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها عن القيام بدورها عن قصد وسبق إصرار أحيانا وإسباب إدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تعزيم الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر وضبط للنفس والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى، وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمحاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه، بل هناك من يقول بوجود اختيار متشدد وآخر معتدل يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث، وهذا غير صحيح تماما. والحقيقة أن هناك توجها واحد والتزاما ثابت وتطبيق القانون واحترام المؤسسات وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم. ويعرف المغاربة أن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية، وكأن الأمن والمسؤول عن تسيير البلاد ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار إلى آخره.
في حين أن رجال الأمن يقدمون بتضحيات كبيرة ويعملون ليل نهار في ظروف صعبة من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم. ومن حق المغاربة بل من واجبهم أن يفتخروا بأمنهم. وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص، إذا كان بعض الآدميين لا يريدون الاعتراف بذلك أو يرفضون قول الحقيقة فهذا مشكل يخصهم وحدهم. شعبي العزيز، إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة، إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات وفصل السلطات، ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم. وفي نفس الوقت